نظمت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس البابا أثناسيوس الرسولي القبطية الأرثوذكسية بمدينة بيتبرغ جنوب ألمانيا يوما مفتوحا برعاية نيافة الحبر الجليل أنبا ديوسكوروس أسقف جنوب ألمانيا. جاء ذلك بحضور القمص شنودة الأنبا أنطونيوس راعي الكنيسة وبمشاركة هايكو جاكوب عمدة مدينة بيتبرغ وعدد من الشخصيات السياسية الألمانية وممثلي الكنائس والمنظمات المجتمعية وعدد كبير من الزوار. من جانبه أكد عمدة بيتبرغ في كلمته أنه خلال فعاليات اليوم المفتوح قد اتضح جليا أن ما يجمع الكنيستين القبطية والكاثوليكية يفوق بكثير ما يفارقهما، وأن هذا الحدث قد أتاح فرصة رائعة للتعارف والحوار وتعميق التفاهم المتبادل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا القمص شنودة الأنبا أنطونيوس كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسول بمدينة بيتبرغ بجنوب ألمانيا. أتابونا بعد التحية أطلعنا على أهم ما تضمنته فعاليات اليوم المفتوح والأجواء التي سادته. سلام ونعم وبركة. احنا بنشكركم ونشكر قناة ميسات على خدمتهم الجميلة ونشاطهم والكرازة داخل مصر وخارج مصر. يوم البابا أثناسيوس احنا كان المفروض نعمله من السنة اللي فاتت، لأن الكنيسة بتاعتنا باسم البابا أثناسيوس وقريبة جدا بحوالي 27 كيلو من مدينة ترير اللي اتنفى فيها البابا أثناسيوس النفي رقم 3. والكنيسة بتاعتنا اللي في بيتبورغ دي سيدنا قداسة البابا تم تدشينها بيد سيدنا قداسة البابا في شهر مايو 2019. فكنا نفسنا نعمل برضه احتفال بمجمع بيكيا من السنة اللي فاتت، لكن من ترتيب ربنا اللي احنا أخرنا شوية وعملنا السنة دي، وكان طبعا بإشراف ومباركة سيدنا نيافة الأنبا ديوسكوروس ومباركته وتشجيعه لكل الخدام وكل شعب الكنيسة. جزيل الشكر القمص شنودة الأنبا أنطونيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسول بمدينة بيتبرغ بجنوب ألمانيا. مشاهدينا نروح نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. مساء الخير سيدنا، عايزين نوثق رأيك وكلمة عن اليوم في كنيسة بيتبورغ أنبا أثناسيوس النهارده. أنا بشكركم كتير خالص خالص خالص. بشكر كنيسة شعب قديس أثناسيوس في بيتبورغ. بشكر أبونا شنودة على تعبه محبته مجهوده. بشكر كل الأشخاص والأفراد اللي تعبوا في تنظيم هذا اليوم. فعلا كان يوم حلو خالص، وزي ما احنا عارفين احنا بنخطط كل كنايسنا تعمل تاج در أوفنينج دي تور. النهارده مع البرجة مايستر ومع الناس المسؤولين كانوا مبسوطين جدا وانطباعهم حلو خالص، وده الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصله، ان احنا عايشين في ألمانيا مش منغلقين على أنفسنا، ولكن احنا مندمجين في المجتمع الألماني بكل ما يحمل معاني الكنيسة القبطية، بكل ما يحمل تعليم الكنيسة القبطية، بكل ما يحمل جذور الكنيسة القبطية. فأنا بكرر شكري كل الناس اللي تعبت، كل الناس اللي نظمت، بقالكوا أكتر من شهر و2 بتنظموا بترتبوا حاجة حلوة خالص. نشكر ربنا إن اليوم طلع حلو خالص. ربنا معاك ويحافظ عليك. وعودة للقمص شنودة الأنبا أنطونيوس كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسول بمدينة بيتبرغ بجنوب ألمانيا. أتسابونا يعني اتكلمنا عن فعاليات اليوم، لو أتسك تطلعنا على الأجواء اللي هتسود اليوم أتسابونا. اليوم نشكر الله كان يوم السبت اللي فات يوم 4/7 كان بحضور سيدنا نيافة الأنبا ديوسكوروس، وكان اليوم مقسوم كده على جزئين. الجزء الأول كان في بدايته بيبدأ بقداس مع سيدنا، وكان بدأ الناس الضيوف يجوا الألمان، وكان دايما سيدنا كان هو اللي في استقبالهم. فبدأنا اليوم كان الجزء الأولاني داخل الكنيسة، وكان في
برنامج الخدام كانوا مستعدين ليه وحضروا كويس جدا لشرح الحياة المسيحية وشرح حاجات كده في الكنيسة، يعني نقولها كده بسرعة. كان بدأ اليوم بكلمة استقبال وترحيب من سيدنا نيافة الأنبا ديسكوروس للعمدة اللي هو برج النصر بتاع مدينة بيتبورج، وكان في حضور الآباء الكهنة بتوع الكنائس الأخرى المجاورة، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإيفانجيليش وكنائس أخرى كانوا موجودين برضه، بالإضافة إلى الشعب الألماني اللي هو المجاور في مدينة بيتبورج. فده كله كان موجود بداخل الكنيسة، وسيدنا قام بكلمة ترحيب ليهم، وبدأ البرنامج عن قرآن كله باللغة الألمانية. في عملوا شرح مبسط لحياة البابا أثناسيوس، وشرح عن العائلة المقدسة، وشرح عن الحياة المسيحية في مصر والحياة الرهبانية. كل ده عبر الشاشات بتاعة الكنيسة، وكانوا مهتمين ان هم يعرفوا اكتر. كان في شرح برضه فيلم تسجيلي كانوا الخدام عاملينه كده، هو شرح مبسط عن عمل القربانة من بداية ما تبدأ بتتعمل من عجين وتخمير وخبيز لغاية لما توصل إيد أبونا. شرح برضه فيلم تسجيلي عن الصليب اللي احنا راسمينه على ايدينا وبندق على ايدينا، والفرق بينه وبين التاتو اللي احنا بنشوفه في الناس بتبقى عاملاه، وده الصليب اللي بنعمله على ايدينا والظروف اللي خلتنا نعمله. كان بداية وفي الآخر كان كلمة للعمدة بتاع مدينة بيتبورج اللي هو شكر فيها سيدنا وشكر فيها المجهود بتاع الخدام اللي هم قاموا بيه بالتحضير والشرح اللي هم عملوه والإعجاب اللي هو كان شايفه بكل الكلمات اللي كانت موجودة. وبعدين كل اللي كانوا موجودين الألمان وإحنا والعمدة والآباء الكهنة اللي كانوا موجودين من الكنائس التانية بجانب سيدنا راحوا عملوا افتتاح لليوم الجزء الثاني من اليوم، وهو في حوش الكنيسة كانوا عاملين كده شكل بازار مبسط، وديت عملوا افتتاح اليوم. وكان في كذا في استند على الحياة الفرعونية وتماثيل وبرديات كده، ودخلوا اتفرجوا عليها وشرحنا لهم. في خدام كانوا في انتظارهم بيشرح لهم الحاجات اللي هم بيشوفوها، وكانوا محضرين كويس. وفي استند تاني كان بيخص الكنيسة القبطية، من أيقونات لمجموعة من الصلبان القبطية لشكل الشورية، شكل الملابس الكهنوتية، وكان برضو في خدام في انتظارهم بيشرح لهم كل اللي هم بيشوفوه بيسألوا عليه. وفي كذا استند بقى عن وجبة الضيافة من الكنيسة القبطية، وده كانت كلها بتخص بتشوفها المأكولات والمشروبات المصرية. زي ما استند كان في حلويات شرقية ومشروبات مصرية، وفي استند كان في أكل مصري كشري وفول وطعمية. فكان يوم كده كله كان ماشي مبسوط، والألمان كانوا مبسوطين، وإحنا مبسوطين إن هو خلينا كلنا مش خدام بس اللي بقى موجودين في الخدمة، ده كان كل شعب الكنيسة بقايم بالخدمة الممتازة دي. وكانوا كتير، عدد كتير أكتر مما كنا متوقعين، وقعدوا فترة طويلة برضو مبسوطين جدا وبيسألوا عليهم التاني إمتى. وشعب الكنيسة كان بصراحة قد الكنيسة كما طريق وكما يعني نتمنى. وإيد البابا أثناسيوس وبركة البابا أثناسيوس كانت في المكان وفي اليوم ده كله، وقاموا بخدمة كويسة لمجد اسم ربنا. وفي الآخر سيدنا بصراحة شكر كل الخدام وشكر كل الكنيسة، وكان مبسوط خالص. ويعني كل ده كان بإرشاد وترتيب وبرعاية سيدنا نيافة الأنبا ديسكوروس. فكان يوم جميل خالص، وبنشكرهم إن هو خلاص يعني إن هو يكون دايما إن شاء الله برعاية سيدنا وتشجيعه لكل ولاده. إن هو يكون يوم دايما على طول كده في الكنيسة نعمله يوم للبابا أثناسيوس. جزيل الشكر القمص شنودة الأنبا أنطونيوس كاهن كنيسة العذراء مريم القديس أثناسيوس الرسول بمدينة بيتبورغ بجنوب ألمانيا، كنت معنا عبر الهاتف.